كل يا اخي حرام عليك. كل انا ما اسوي سواياك. كل طيب كلم لا يصور. كل يصور ما عليك فيه. صور كلم لا يصور. كل انا اوريك. كل انا ما ينفع معك الكلام. طيب لا تضرب. كل طيب لا تضربني. طيب لا تضرب. لا تضرب خلاص. باكل حسين. كل ايه كل انا اعرف قيمتك. طيب كلم لا يصور. معاك. طيب كلم لا يصور. لا يصور. طيب يصور. طيب كلم لا يصور. كل طيب يا اخي حرام عليك. كيف اكل اكل زي كذا يا اخي؟ ما يصير والله ما يصير. كل كيف اكل اكل زي كذا؟ والله لا اجيبهم واحد ذول اللي معك. طيب كلم لا يصور. لا يصور. كلم طيب لا يصور. صور ما عليك فيه. كل يا اخي كيف اكل اكل زي كذا؟ ريحته طالعه. كيف اكل اكل زي كذا؟ كل الجيفه يا اخي. كيف اكل؟ كل الجيفه. ما اقدر اكل يا اخي. كل الجيفه. في عجال. ما عليك من؟ في عجال محمد. هذا من؟ ما عليكم منه. كل كيف اكل اكل زي كذا؟ حرام عليك ما يصير. والله ما يصير اكل اكل زي كذا. بتكلم لا يصور. كيف اكل اكل زي كذا؟ ما يصير يا اخي. سلامات. قوم. صورنا هذا المشهد. بعض الناس رحم هذا الشاب وقسى ولعن وهاوش وساء الظن في هذا الرجل. المشهد تمثيلي. أردنا نوصل لك صورة حتى لو قسى هذا وأكل هذا هذه الجيفة لو أكلها معذور أمام الله، ولكن أنت لست معذور أمام الله وأنت تسمع قول الله: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. كم من إنسان اغتاب في اليوم، كم من إنسان في المجلس الواحد اغتاب. الغيبة صارت الآن فاكهة المجالس. هذا اللسان كما قال أحد الحكماء: لسانك حصانك، إن صنت صانك وإن خنت خانك. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. كم من إنسان الآن يغتاب واحد، وكم من فتاة تغتاب. صارت مجالسنا كلها في الغيبة. قال فلان هذا وجه كذا وهذا كذا وهذا كذا. كما قال ذاك الشاعر: بعض العرب طبعا مقدر ومحشوم، وبعض العرب عيب عليك احترامه، واللي ستر عيبه عن الناس بهدوم وش يستر لا صار عيبه كلامه. رسالتي الأخيرة من هذا المشهد حتى أوصل لك رسالة: الآن رحمناه وقسونا على هذا كيف يأكله هذا الشيء. لابد أن نقسو على أنفسنا. كيف تجرأت أنفسنا أن نأكل لحم أخينا كما قال الله سبحانه وتعالى: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. فلنطهر ألسنتنا ونتمثل لحديث النبي عليه الصلاة والسلام: من يضمن لي ما بين لحييه. وقال في حديث آخر: ما بين فكيه وبين فخذيه أو رجليه، أي الفرج اللسان والفرج، أضمن له الجنة. في الختام أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحرم وجه كل من نشر هذا المقطع. لا يوقف عندك المقطع. لأخوضه والله خير مسددي، ووجدت في قلبي ركاز سعادتي، فجعلته هدفي ولم أتردد.